السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة بقى وصفة رهيبة، ريحتها قلبت البيت كأنك بتعملي نواعم العيد. بيتهيألي كده ان كل اجتمع على حبها، الكبير والصغير بيعشقها. وما اقولكوش على ريحتها ودوبنها. النهاردة هنعمل نواعم الافران او قشطة الافران بطريقة سهلة وبدون تعب. هتعملي 45 قرصة من نص كيلو دقيق. يلا بينا نشوف الطريقة. حطي لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا بوله يا بنات، هنزل فيها بربع كوبايه من الميه، مش هنزل بالكوبايه كامله. وهنزل فيها بمعلقه خميره ومعلقتين سكر. معلقه الخميره دي 7 جرام يا بنات. وهبدا اقلبها. انت بقى لو مش متاكده من الخميره بتاعتك هتستني عليها شويه وتجربيها. انا عشان متاكده هشتغل على طول. ونزلت بنص كوبايه زيت على سمنه. وهنزل عليهم بمعلقتين من القشطه. لو مفيش قشطه مش مشكله، تقدري تستغني عن الوصفه دي بالقشطه. في الافران محدش بيعملها بقشطه ولا بيعملها لك بلبن. احنا بس بنطعمها في البيت وبنديها طعم حلو ودسامه شويه. وتبداي تقلبي القشطه بتاعتك بالمكونات اللي انت عملتيها، وتسيبيها على جنب وتروحي تجيبي الدقيق بتاعنا. انا معايا هنا نص كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح او على طرفها كده يا بنات. ان شاء الله اكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ونزلت بالنص كيلو دقيق بتاعنا. انا نخلايه يا بنات وزي الفل. وهبدا اعجن. انا كان معايا الكوبايه بتاعه الميه، ما نزلتش بيها كلها. هعجن واحده واحده لحد ما نشوف هتاخد ميه قد ايه. وهتبداي تعجني لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. وهنزل بقى ببقيه الكوبايه بتاعتنا. هنفضل نعجن كده يا بنات لحد ما نشوف هتاخد ميه معانا قد ايه. كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني يا بنات. يعني انا ممكن اجيب دقيق انت ياخد معاكي مثلا كوبايه ونص، ياخد انا معايا كوبايه وربع، ياخد معايا كوبايه. انا هنا ما خدش معايا غير كوبايه ميه. انا اهم حاجه ان انتوا وانتوا بتعجنوها يا بنات تشوفوها في ايدكم ما تبقاش يابسه. يعني في ناس تقول لك لا كوبايه ميه قليله. نوعيه الدقيق اللي معايا كده يا بنات. بص الدقيق، بص الدقيق عامل ازاي معايا. يعني العجينه بيبقى فيها قطعه كده، ما بتبقاش ما بتمطش، او المطه خفيفه خالص وبتقطع معاك لانها دي نواعم. واخدين بالكم يا بنات من القصه دي؟ عشان نواعم. وهتبداي تدهني البوله بتاعتك وتحطي فيها العجينه بتاعتك وتغطيها. هي مش هتخمر يعني، على ما تحضري بس العجوه بتاعتك والحاجه بتاعتك تكون هي 10 دقايق بس ارتاحت معاكي. عايزه تخمريها مفيش مشكله، بس انا بصراحه ما بخمرهاش. بخليها ترتاح بس 10 دقايق وابدا اشوف الحاجات التانية اللي انا هشتغل بيها. انا معايا هنا سمسم، ومعايا عجوه، ومعايا ملبن، ومعايا زبيب وجوزة هند ومعلقتين من السكر. وهنبدا نشتغل. عايزه تحطيها على سطح العمل العجينه وتبداي تقطعيها مفيش مشكله، اشتغلي بالطريقه اللي تريحك. انا هشتغل هنا من البوله، هبدا اقطع كده. لو عندك ميزان تقدري توزنيها، يا تعمليها 20 جرام يا تعمليها 25 جرام. هو الحجم اللي قدامكم ده يا بنات. مش عايزاكم تكبروا اكتر من كده لان هي نواعم. النواعم عامه بتبقى صغيره، ولما بتشتريها من الفرن برضو بتبقى صغيره ما بتبقاش كبيره. تمام كده. نوعيه الدقيق يا بنات بتختلف من مكان للتاني. انا هقول لكم على حاجه، اعوذ بالله من كلمه. انا عملت لولادي النص كيلو ده، والله يا بنات ما كفهمش من جمالها. قالوا لي لا اعملي لنا كيلو يا ماما. لما رحت جبت دقيق تاني اخدت مني كوبايه وربع. واخدين بالكم يا بنات؟ يعني كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. ممكن عندي ياخد ميه كتير، ممكن عندكم ياخد ميه قليله. انت بتخلي العجينه في ايدك تبقى طريه، لان هي كل ما بتبقى يابسه كل ما بتنشف منك في الفرن. احنا عايزينها تبقى طريه. تمام كده. انا عملتهم 45 قرصه. الحجم اللي انتوا عارفينه ده انا عملتها بالظبط 25 جرام. عايزه تعمليها 20، عايزه تعمليها 22، مفيش مشكله، دي حاجه في ايدك انت. بس انا شايفه كده حجمها مناسب. وهنبدا ناخدها كده على سطح العمل ونبدا نفردها. وانت بتفردي افردي من الاطراف، ما تدخليش في النص خالص. سيبي النص اللي جوه فيه سمك كده، شايفينه اللي بشاور لكم عليه ده؟ عشان لما اجي احط فيها الحشوه من جوه تبقى سميكه شويه، ما تبقاش رقيقه، والحشو بتاعنا يبان من فوق. اهو حطيتها زي ما انتم ما شايفين كده، وهبدا اقفل عليها بايديا. مفيش اي صعوبه فيها. تمام كده اهو. يعني بتبططيها تبطيطه صغيره. احنا عايزينها يا بنات ما تتفردش، تبقى زي ما هي كده. يعني تحسيها عامله قبه كده. ما تبططيهاش قوي لدرجه ان هي تبقى رفيعه معاك، لانك لو رفعتيها ودخلت معاك الفرن هتطلع ناشفه. يا رب ان كنت ان شاء الله تكوني حاطه لها 20 كيلو سمنه، انسي هتنشف منك. لازم تبقى سايبه لها سمك. واخدين بالكم يا بنات؟ وبنجيب سكينه بنقطعها قطعتين صغيرين كده. انا بقى بذكائي كنت بعمل الحركه ديت على اساس اعلمها لان انا كنت عامله ملبن وكنت عامله عجوه. فحطيت بس خطين كده صغيرين عشان تبقى دي للعجوه، والتانيه اللي هي بالملبن حطيت لها 3 خطوط. انا مش عايزه اقول لكم ان يعني عشان اجي اصورها معاكم، اولادي بسم الله ما شاء الله كلوا النص كيلو ده كله، ما لحقتش اعمل حاجه منه. فاضطريت ان انا اعمل كيلو كمان. اخدته بقى وصورته لكم اللي فضل كمان منهم.
من جمالها وحلاوتها والله يا بنات ما هتبطلوا تعملوها. شايفين الحجم بتاعها يا بنات؟ ده الحجم اللي انا عايزاكم تشوفوه وتعرفوه. اهي بتبقى صغيره كده، لان لما بتقعد كمان وبتخمر بسم الله ما شاء الله بتبقى حجمها عملاق. فانت يا تعمليها 20 يا 25، ما تكتريش اكتر من كده. 30 لا، هتلاقيها كبرت معاك وبقت حجم القرصه الكبيره. وهنبدا هنا بقى نعمل الحشوه التانية. انا كده جبت الميه، معلقتين ميه، وحطيت فيهم معلقه سكر، وحطيت بس قلبتهم. وهحط بقى ايه العجينه بتاعتنا بعد ما احشيها بالحشوه اللي انا قلت لكم عليها، الزبيب والسكر وجوز الهند. هسقطها كده في الميه او انزلها كده براحه، اغمسها فيها كده، وابدا انزلها زي ما انتم ما شايفين في السمسم كده. تمام. وهبدا احطها في مكانها تتخمر في الصاج بتاعنا. نفس القصه، هتفردي من الحروف، يعني مش عايزاكي من جوه كده من النص تتخنيها، وتحط الحشوه بتاعتك وتلم القرصه زي ما انت ما شايفه، ما فيهاش اي تعب. مش عايزه اقول لكم يا بنات ما خدتش مني وقت تماما، النص كيلو ده يعني خلص في ثانيه، وخلص برضو اكل بالف هنا وشفا يعني. يعني انا اضمن لكم ان ولادكم بسم الله ما شاء الله مش هيخلوها، وهتخمر معاكي ايا كان بقى الوقت اللي هيخمر فيه. يعني بقى الصاج الاولاني يخمر بقى براحته زي ما هو عايز، اللي تحت دي لسه ما خمرتش شويه، خمرت بسيط. الاولاني هو اللي هتبداي بيه، يعني اول واحد عملتيه هتبداي بيه. نتكلم بقى شويه على التسويه. لو بتسوي في فرن كهربائي، انا بصراحه بحطها على درجه حراره 200، بتشتغل من فوق ومن تحت. بتاخد معايا بالظبط في الفرن الكهربائي، عشان الفرن الكهربائي يا بنات بيبقى بطيء شويه بس بيسوي احلى تسويه. بيشتغل معاكي مثلا من ربع لتلت ساعه. ما حدش يقول لك بقى 10 دقائق 5 دقائق، الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده ممكن يبقى من 10 ل 12 دقيقه في الفرن اللي هو الغاز. في الفرن الغاز بتحطيها في الرف الاوسط، برضو زي الفرن الكهربائي في الرف الاوسط على درجه حراره عاليه. وبعدين بتبدأي أول ما تلاقي الأرضية بتاعتها احمرت بتشغلي عليها الشواية. الشواية يا بنات بتكون وسط، يعني ما تخليهاش لا عالية قوي ولا واطية قوي، لا تخليها وسط، بحيث ان هي تخليها مشمشي كده. شايفة اللون بتاعها؟ لون ذهبي كده وجميل. تمام كده. وبرده ما بتاخدش في الفرن مثلا ايه من 10 مثلا دقايق ل 12 دقيقة، ممكن تاخد معاكي ربع ساعة، ممكن تاخد معاكي مثلا ايه 16 17. برده تتابعي فرنك، لان الافران يا جماعة بتاعت كل واحد بتختلف عن التاني. انت اول ما تلاقيها تلقائيا بدات من تحت لونها يبقى ذهبي، خلاص ولعي الشوايه من فوق هتبقى معاكي زي الفل. لو فرن كهربائي زي ما قلت لك هتبقى التسويه زي ما قلت لك بالظبط. ما تعمليش حاجه غير انك تحطي في الرف الاوسط وبتسيبيها شغاله من فوق ومن تحت. هي من فوق ومن تحت بتبقى 10 على 10. بصوا اللون، قمه في الجمال. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايدينا. وبكده وصفة النهاردة تكون خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير لكل حبايبكم، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، واترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.